السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم معايا فيديو جديد. واليوم غادي نشارك معكم سلسلة حلويات العيد اللي غادي تكون جوج الحليوات او ثلاثة على حسب الوقت، اللي غادي تكون سهلة وسريعة وفي متناول الجميع. الله يدخلوا علينا بالصحة والسلامة وطول العمر. واول حليوة غادي نبداو بها هنا ان شاء الله هي الغريبة بالكاوكاو، السهلة والسريعة والرائعة والبنينة بزاف بزاف. على بركه الله ندوزو نخدموها. عندنا هنايا طاسه ديال الزبده، من الافضل تكون زبده هكا ديال العلبه، غادي تكون افضل ومذاقها كيكون زوين احسن من المارغرين. عندنا هنايا واحد 150 غرام ديال كاوكاو اللي محمر ومطحون، ماشي كيرجعش عقده، وفي نفس الوقت راه كيبقى هكا مهرمش شويش. عندي الزيت كاس قل هكاك واحد جوج معالق. عندي جوج خمارات، كاس ديال سنيده، شويش ديال الفاني، الملح رويس ديال المعلقه، وكذلك دقيق ديال الفورس. كيبقى على حسب الخليط، تقريبا 450 حتى ل 550 غرام، كيبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق. في قصعه كنديروا فيها الزبده ديالنا، طاسه كنزيدوا عليها الفانيلا هكاك ثمن واحد شاسي. انا الصراحه بالغت شويش، ولكن نتوما ما تبالغوش بحالي. ثمن واحد شاسي ديال الفانيلا. كنديروا عليها كذلك كاس ديال سنيده، قبصه ديال الملحه، وندوزو نخدموها مزيان مزيان حتى تذوب هاد الزبده في سنيده وترجع لنا على شكل بوماد. كنظن طريقه سهله وكلشي كيعرف يديرها. صافي هنا من بعد ما دابت ديك السنيده مع زبيده، كنضيف كاس ديال الزيت بهذا الشكل هذا، كندخلو حتى هو مزيان مع هاد الزبده وسنيده حتى غادي ينسجم معاها. وكنضيف ديك الساعات الكاوكاو ديالي. الكاوكاو كما قلت لكم 150 حتى 160 غرام ديال الكاوكاو. صافي كندخلو حتى هو مزيان مزيان. كنقد الغريبه ديالي بهذا الشكل هذا، وكنبدا نضيف الدقيق بالتدريج. كندير واحد الكميه ديال الدقيق، غادي نزيد عليها واحد جوج خمارات هذه في الاول، وغادي ندخلها مزيان مزيان باش هكا كنضمن بان كل جزء من الحليوه ديالي غادي يجي متلبس لي بديك الخميره، يعني ما تجيش غير في جزء وجزء لا. صافي وغادي نستمر كنضيف الدقيق بهذه الطريقه هذه. هنا كانت مشى لي الفلاش وما رديتش البال. صافي كنبدا نضيف الدقيق بالتدريج وانا كنجمع. وحاولوا ما امكن تردوا بالكم باش هكا ما تقصح لكمش العجينه. صافي بنات، من بعد ما جمعت العجينه ديالي كما كتشوفوا معايا، شوفوا معايا ما شاء الله كيف كتجي. هذا هو القوام ديالها، ما قاصحاش نهائيا وفي نفس الوقت ما كتكونش نهائيا خفيفه. مهم كنشكل منها كره كتشكل لي بسهوله. صافي غادي نحطها على جنب، نغطيها نديرها في بلاستيك باش هكا ما تنشفش. جبت هنا سكر كلاصي سبيسيال، عندي حبات ديال الكاوكاو، ممكن ديروا اللوز لكم الاختيار. كنحاول نجبد شويش د العجينه واحد شويه، كنشكلوا على شكل كره بين ايدي. هنا نقصت منه بانت لي كبيره. صافي بهذا الشكل هذا وندوزو في سكر كلاصي. غنبدا نكور بين ايدي حتى نصيب واحد 4 ولا 5 ديال الكرات، عاد ندوزهم في سكر كلاصي باش هكا الايد ديالي ما تعمرش بسكر كلاصي من الاول وتبقى كتلصق لي. صافي طريقه باينه وسهله واضحه جدا. بالنسبه للحجم ديال الكويرات نتوما كتحكموا فيه، بغيتوها كبيره ديروهم كبار، بغيتوها غير معوضه ديروهم معاوضين، بس الصغيورين خلاص راه مكيجيوش زوينين. صافي كنبدا نحرك هكا فيهم في السكر كلاصي، كنسوسهم شويش، كنبرك عليهم. شفتوا غير مجرد ما كتبداو تبركوا كتفلح باش تعرفوا العجينه ديالكم ناجحه. هانتوما شفتوا البنات مجرد ما كتبداو تبركوا عليهم كتفلح. صافي حنا غرضنا غير باش يعطينا داك اللوين زوين ديال السكر كلاصي من الفوق، ماشي تجينا عامره بسكر كلاصي.
صافي. غنستمر بنات حتى غادي نسالي الكميه اللي عندي كامله ونعاود نتلاقى معكم من بعد ما نديروها صح في لاطه ديال الفران. شوفوا معايا صافي انا حطيتها في لاطه ديال الفران. في هذه الاثناء الفران كيكون عندي سخون، كندخلها من الجهه التحتانيه حتى كتزيد تفلح وتشد راسها، عاد كنطلعها الفوق تحمر من التحت وكتكون هذا هو الشكل النهائي ديالها. اسهل حلوه ممكن تصايبوها بمقادير بسيطه ومكونات بسيطه جدا ومتوفره في كل بيت. كيجي شكل ديالها رائع جدا، كتجي مفلحه ما شاء الله، بنينه بزاف بزاف ورائعه في الشكل ولا في المذاق. شوفوا معايا ما شاء الله الشكل ديالها كي كتجي، وشوفوا معايا ما شاء الله كيف كتجي مفلحه كامله ما شاء الله. شوفوا غزاله هشيشه رطبه وفي نفس الوقت اقتصاديه جدا وما كتاخدش نهائيا منكم وقت كثير. بالنسبه للمقادير طيحوا لي يعني خير الله طويصه عامره، كنتوا عدد الافراد الاسره كتار ضعفوا المقادير، لكم الاختيار. صافي بنات كيكون هذا هو الفيديو ديالي ديال اليوم، وهذه هي الوصفه ديالي ديال اليوم، وهذه هي الحليوه ديالي ديال اليوم. كنتمنى تنال اعجابكم. الا عجبتكم حبيباتي الغاليات ما تنساونيش من لايك ديالكم، ارائكم كتهمني بزاف بزاف، خليوها لي في التعليق. حد لهنا ما بقى لي الا نقول لكم اللي اول مره يشوف القناه يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد ديالنا. اللي ديجا مشترك كنقولوا لك شكرا والف شكر. البقاءك معنا. نتلاقاو فيديوهات اللي غادي تكون زوينه، حتى هي فيديوهات غادي نشارك معكم حليوات اخرين ديال العيد اللي يكونوا سهلين وسرعين ومكونات بسيطه ان شاء الله يا ربي. كما كذلك غادي نحاول ما امكن نشاركوا بعض التحضيرات ديال العيد اللي غادي تكون رائعه حتى هي في متناول الجميع. وان شاء الله من بعد العيد كاينين فيديوهات رائعه جدا عراضه، كاين بزاف ديال الحويجات ان شاء الله اللي غادي نبارطاجيوهم مع بعضياتنا. انتما ما عليكم غير تشجعونا وتبارطاجيو الفيديو. حاولت ما امكن نسرب لكم الوصفه ونختصر لكم فيها وما نطولش عليكم بزاف، باش هكا اللي بغى يشوف الوصفه باختصار يجلس معايا غير في داك 5 دقائق 6 الاولين، واللي بغى اختي يسمع المعاودات ديالي مرحبا بكم الف مرحبا، خليك معايا حتى يتسالى لا فيديو. شفتوا البنات كي كتجي في المنظر ديالها غزاله هاد الحلوه ومشقه ما شاء الله. شوفوا معايا رائعه جدا، كتجي مفلحه ما شاء الله. كما قلت لكم اقتصاديه، ما عندها يعني مقاديرها ما مكلفينش كاع، كما ممكن تحضروها حتى باللوز الا بغيتوا تحضروها باللوز. المهم حد لهنا بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم، بوسه كبيره لكم، دمتم في